صباح الخير. هنعمل النهارده صينيه سمك ما فيهاش اي حاجه، بسيطه جدا. عندنا 3 سمكات هنا تقريبا نص كيلو، وعندنا تقريبا دول 3 طماطمات وسط، ودول بصلتين وسط برضو او كبار شويه، وعندنا زعتر ملح فلفل. بس هي دي مكونات الصينيه. انا هاخد البصل هشوحه شويه خفيف كده، وهحط عليه الطماطم اقلبه تقلبتين، وبعدين ازود لها ميه لغايه اما تستوي خالص وهوريها لكم. وفاصل شويه واجي لكم تاني. حبايبي رجعت لكم. الزيت اهو هنشوح، مش هنشوح كتير، حاجه بسيطه خالص، مش عايزه اتقل عليكم عشان عشان ما نطولش عليكم ونضايقكم. القلي جارب عليه سوق. حبايبي شايفين نشوحها بس ريحتها حلوه، ريحه البصله تطلع الجميله دي. صينيه بسيطه جدا، تغيير بقى بدل الشوي والقلي. نجرب بقى الصينيه دي مع عيش كده رائع فوق الرائع، تعجبكم جدا جدا جدا. عايزين ندبلها بس شويه، متاخدش وقت على النار. احنا مش هنطفي عليها الا اما الطماطمه دي تستوي خالص وتتهرق. حطينا طماطم اهو، حط بقى عليها دلوقتي ميه بس بعد ما تتشوح شويه. هاتي البهارات. هنحط ملح وفلفل وزعتر نشوحوا معاهم. بحب الزعتر في السمك. بالنسبه بقى يا حبايبي للسمك، بعد ما هصفيه خالص بس دي ما تستوي، هنحط شعرة فلفل صغيرة جدا جواه عشان بس تديله نكهة جميلة، انما هو لا بيتقلي ولا حاجة، تحط عليه ني كده ويدخل على طول على الفرن. طيب هنا بقى انا هزود مية، ها يعني بس تدبل بس شوية. ريحة الطماطم طلعت. والزعتر كمان تبقى جميلة. انا عندي بواقي فلفل احمر هحطه. الفلفل الاحمر ده بقى من بيتزا امبارح، روحوا شوفوه. بصوا حبايبي، ده باقي من بيتزا امبارح، ويا ريت تكونوا شفتوها، هتعجبكم قوي قوي قوي. بسيطه وخفيفه ومش مكلفه خالص، مع ان احنا لو اشتريناها من بره غاليه جدا. دول كانوا بواقي نحطهم، هنرميهم ليه؟ هينفع، بتخلي نكهه جميله لصينيه السمك، خصوصا لما يبقى فلفل. اسعار الفلفل بقت صعبه قوي الايام دي. ابص كده اللي خلفني. خلاص كده هي ايه، نزلت الميه اهي. هنزود بقى الميه، وممكن نزود ميه كمان مره واتنين، احنا عايزين دي تستوي، ولما تستوي هرجع لكم تاني. حبايبي رجعنا لكم تاني. انا بحب انشف السمكه من جوه بمنديل، هحط بس فيها كده نطرة فلفل كده، مش كتير بس هي بأمارة كده. حطي زيت زيتون بيقولوا حلو على السمك. بس خلاص كده هنجيب الصلصة ونشغلها الفرن. بصوا حبايبي اهي، خدت وقت ولا اي حاجة. دي حتة بنجراية
كنت مسوياها فيها وبعدين هشيلها. وحطيت نص معلقه كده من الصلصه اللي احنا عملناها يا حبايبي، لان لقيت الطماطم مش قد كده، مش حمرا، بس انا بحبها الحمار ده. هي لسه بقى هتطلع ميه، السمك بيبقى يطلع ميه شويه وهيدخل الفرن يستوي منه فيه. وجربوها وقولوا لي هتعجبكم جدا، خفيفه جدا على المعده، تنفع في ايام رمضان، ما تخليكمش تشربوا ميه، وتبقى خفيفه جدا جدا جدا. لا تتصوروها بخفيتها، لان مفيش اي حاجه محمره فيها. مش دخلها بقى الفرن على درجة حرارة كام؟ 180 شغال تحت وفوق، او لو مفيش فوق مع تحت فهنشغلها تحت تقريبا نص ساعة لغاية ما يدخل السمك في السوا، ونرجع لكم وتحت بقى الشواية ونرجع 10 لكم دقايق. تاني بعد ما هي تستوي. طلعة جميلة وزي الفل وريحتها تجنن. يا ريت تجربوها ويا ريت تتابعوني وما تنسونيش في اللايك. باي باي.